لماذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول من أعلن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان؟ النزاع الثنائي بين الهند وباكستان يأتي أيضا وسط سباق تسلح متسارع. هل تمتلك فعلا باكستان سلاحا سريا لإسقاط مثل هكذا طائرات؟ من النظرة الأولى كيف تسمع نشرات الأخبار هي حرب بسيطة ومنطقية ومتوقعة بالدولتين بيناتهم عداوة أزلية أقدم منه، لكن في الواقع هي صراع بين المعسكر الغربي بقيادة أمريكا وحلفائها والمعسكر الشرقي بقيادة الصين على أراضي كشميرية. حرب باردة جديدة بمعطيات جديدة وبمعايير جديدة، وشبح الحرب العالمية يطل في الأفق. شنو قصة الحرب الباكستانية الهندية اللي خلت العالم الكل يستنفر؟ في 20 أبريل 2025 هجوم إرهابي هز به القام منطقة سياحية في كشمير الهندية، وفاة 26 سائح هندوسي وأكثر من 20 مصاب. أطلق متشددون النار على سياح في منطقة جامو وكشمير، ما أدى إلى سقوط قتلى. الهند وجهت أصابع الاتهام الباكستاني، قالوا إلى جبهة المقاومة اللي نفذت العملية مدعومة من إسلام آباد. مقاومة كشمير أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي. باكستان تنفي وقالوا إنه هما ما عندهم حتى علاقة بالعملية، لكن ضغط كبير بالشعب الهندي على حكومة مودي يطالبوا فيه برد الفعل ضد هالعمليات الإرهابية اللي تهدد استقرار البلاد. لكن وراء هالغضب فما لاعبين كبار قاعدين يتحكموا في الأمور ويوجهوا في اللعبة كما يحب. اليوم ولينا ما عادش نحكيو على صراع محلي كهو، ولينا نحكيو على بداية حرب بالوكالة بامتياز بانت ملامحها بعد ما أعلنت الهند صراحة اصطفافها في المعسكر الغربي، بعد ما انضمت للكواد سامت اللي ضمت اليابان، أستراليا، الهند وأمريكا. في الأثناء باكستان أعلنت اصطفافها في المعسكر الشرقي عن طريق اجتماعات شريف مع بوتين والتزود بالأسلحة الصينية. Further enhancing our business, our trade, our strategic relations with China. برشا ضغوطات داخلية وخارجية دفعت الهند نهار 7 ماي إني ترد الفعل وتقصف 9 مواقع في باكستان والأراضي الكشميرية اللي تخضع للإدارة الباكستانية. الهند صرحت إنه المواقع المستهدفة كانت مواقع تحت سيطرة الإرهابيين، في حين إنه الحكومة الباكستانية اتهمت الهند بإني استهدفت 31 مدني. وبالرغم من هالأخذ والرد يبدو أنه الهجوم الهندي ما كانش مجرد رد فعل انتقامي من باكستان، بل هو كان رسالة واضحة وصريحة للصين ما عندنا حتى نية للتراجع. الرد الباكستاني كان عن طريق استهداف قواعد عسكرية هندية، وحسب تصريحات رسمية قالوا أنهم نجحوا في إسقاط 5 طيارات عسكرية، لكن الهند ما أكدتش هذا. حسب المصادر الباكستانية فقدت الهند خلال ساعات الاشتباك الأولى فقط 5 مقاتلات. الصين مش من مصلحتها تكبر الحرب أكثر، لأنه استثماراتها في باكستان واللي تقدر ب60 مليار دولار يمكن تمشي في الهواء. هذاك علاش كالعادة حافظت على دعمها الغير مباشر وضغطت بدبلوماسيتها هي وأمريكا نحو الهدنة ووقف إطلاق النار. شبكة من الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب لنقل البضائع والنفط والغاز تبلغ التكلفة 64 مليار دولار لهذه الجزئية من المبادرة. نهار 10 ماي الهند وباكستان يعلنوا هدنة، في الظاهر هدنة بين زوز جيران داخلين في حرب لأسباب خاصة، لكن هي في الحقيقة هدنة بين زوز قوى عظمى كل حد يسعى فيهم للسيطرة على العالم. كل الدول تشاهد هذا النزاع لترى وكأنه صراع معركة مباشرة بين التسليح الغربي الذي يعتقد بأنه الأكفأ والجيتنسي الصينية التي يقال أنها أسقطت الطائرات الفرنسية. وزير الخارجية مارك روبيو ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ضغطوا على الرئيس الهندي مودي باش يهدي اللعب. كيف بالنسبة لباكستان اللي حطتها الصين على أنها تتراجع ذاتها، حتى روسيا عرضت الوساطة متاعها. ترامب بالطبيعة باش يستغل الموقف ويظهر في صورة البطل ويهبط تدوين على منصة تروث يقول فيها اللي هو أنقذ الموقف. هو أراد أن يوصل رسالة معينة بأنه هو صانع السلام ويعود الفضل له بإيقاف الحرب. هي حرب باردة بنسخة جديدة واللاعبين الكبار يتحكموا في مجريات. The people of Kashmir celebrate newly won independence. كشمير مش جديد على لعبة الحرب الباردة. الحكاية بدأت عام 1947 وقت الهند البريطانية تم تقسيمها لدولتين، الهند وباكستان. في الأثناء إقليم كشمير ذو الأغلبية المسلمة والقيادة الهندوسية تفرق دمها بين القبائل. حاكم كشمير وقتها الهندوسي اختار الانضمام للهند، لكن الأغلبية المسلمة رفضت الشيء هذا واعتبرته ضد إرادة الشعب، وهذا شعل شرارة الحرب الباكستانية الهندية الأولى. The once peaceful mountain state, now a battleground of Muslim and Hindu. الحدود ترسمت صحيح، لكن الصراع مازال مستمر اليوم. برشا حروب دارت بين الهند وباكستان، يعني هذه مش الحرب الأولى. عام 1965 الهند قررت تخضع كشمير لسلطتها،
وهذا أدى لحرب دموية. عام 1971 الهند دعمت استقلال بنغلاديش اللي أدى لانفصال باكستان الشرقية، وهذا زاد التوتر في كشمير. عام 1999 جبال كشمير شهدت معارك كبيرة في نزاع كارجيل. في الثمانينات زاد كشمير ولات ملعب للحرب الباردة. CIA دعمت المجاهدين في باكستان في حين أنه KGB دعمت الهند. أما اليوم هي الدرونات الأمريكية ضد الأقمار الصناعية الصينية. الهند تشري طيارات F-35 من أمريكا، وباكستان تشري الطيارات المسيرة الشبحية من الصين. يعني المنتفع الأكبر من الحرب هذه هم تجار الأسلحة. فما برشا تقارير تتحدث على أنه الحرب هذه أرضية مناسبة لتجربة أسلحة صينية جديدة تم استعمالها للمرة الأولى من طرف الجيش الباكستاني، واللي أثبتت نجاعتها ضد الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية، واللي أكد نظرية مسرحية استعراض القوة. فما تقارير أخرى تستند على صور أقمار صناعية تبين أنه الأضرار ما كانتش بالضخامة اللي حاولوا يصوروها الطرفين الهندي والباكستاني. توا شنو باش يصير؟ فما 3 سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول نحكيو على مزيد التقسيم كما السيناريو الكوري، كشمير تبقى مقسمة والعداوة تبقى مستمرة لكن ما نسمعوش بحروب كبيرة. السيناريو الثاني تصعيد بالوكالة، يعني هجمات إلكترونية، عقوبات اقتصادية، حروب طيارات مسيرة، وما فماش حتى تبادل إطلاق نار. السيناريو الثالث الصين تزيد تعمق الدعم متاعها لباكستان، وفي الحالة هذه أمريكا تضطر تتدخل، ولهنا خطأ صغير ينجم يتسبب في كارثة كبيرة. الحرب الباردة ما فاتش، لكن المرة هذه تحولت في كشمير. كشمير تحب تتمتع بالسلام، لكن أرضها رقعة شطرنج فيها الحرب الباردة الجديدة. بعد عقود من الحروب 1947 1965 1971 1999 واليوم 2025، السؤال اللي يطرح شكون اللاعبين الحقيقيين وشكون البيادق؟ انت شنو رايك؟ هذه تنجم تكون شرارة الحرب العالمية الأولى ولا هي مجرد عامل من العوامل المؤدية لنتيجة أكبر؟ شكرا على المتابعة والاهتمام، والى اللقاء في حلقة قادمة.